صباح الخير يا جماعه. النهارده جات لي الرساله اخيرا بتاعت نتيجه التحاليل. طبعا انا بحاول ان انا اداري مشاعري وكده قدامكم، بس الحقيقه جوايا ان انا فعلا خايف ومرعوب، وانا دلوقتي لوحدي لان الرساله جات لي الصبح، وقررت ان انا اجي الاول استلم التقرير، لاني طبعا زي ما حكينا قبل كده التقرير دوت هو رسمي من الدوله بيقول لنا فيه اذا كان الجنين لا قدر الله فيه مشكله او لا. احنا حكينا لكم كل التفاصيل. فطبعا الرساله لما جات لي ان انا استلم التقرير. طبعا زي ما انتم عارفين انا ووفاء واخدين القرار بان لا قدر الله لو في اي حاجه هنقبل بيه وهنستمر في الحمل وهنرعاه وهنعمل كل اللي نقدر عليه. ان شاء الله ربنا كرمنا وعشمنا في ربنا خير ان شاء الله، وطلع ما فيش حاجه هتبقى فرحه كبيره. فاحنا خلاص كده واخدين القرار، بس ما انكرش برده وما اكدبش عليكم ان انا برده قلقان، وبتمنى من ربنا ان يطلع كل حاجه تمام وتطلع كل حاجه مظبوطه. فانا طبعا جيت اخد التقرير ده لوحدي، لان زي ما انتم شفتوا في الفيديو وفاء ما بتقدرش تسيطر على مشاعرها او كده، لان غصب عنها يعني هي ام وكده. فانا بما اني يعني حاطط احتمال 50% يكون لا قدر الله في حاجه و50% ممكن ما يبقاش فيه ان شاء الله، فقلت لا اجي استلم التقرير لوحدي اعرف ايه اللي فيه، لان انا ممكن اقدر اتحمل عنها شويه، وبعد كده لو ان شاء الله خير اروح افرحها، ولو لا قدر الله في حاجه ابقى اروح وامهد لها الموضوع ونبقى في البيت لوحدينا كده مع نفسينا. لان زي ما شفت وفاء حتى في الفيديو هي بتحكي كانت منهاره، هي لما اصلا كانت الدكتوره بتقول لنا وفاء كانت منهاره جدا معايا بره، فانا ما حبيتش ان انا اجي انا وهي علشان ما نعرفش اللي فيه واحنا بره البيت. قلت لا انا استلمه الاول اعرف ايه اللي فيه، وبعد كده ان شاء الله اروح افرحها باذن الله. فانا بتمنى من ربنا دلوقتي ان شاء الله ان ربنا يوفقني واروح افرح وفاء النهارده ان شاء الله. يا رب ان شاء الله ما يخيبش ظننا فيه ويكرمنا باذن الله. فهسيبكم دلوقتي وانزل استلم التقرير، وان شاء الله ربنا يكرمني واجي افرحكم كلكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. التقرير اهو زي ما قلت لكم، هو ظرف مقفول. طبعا ما قالوليش اي حاجه لان انا استلمته من اداره، يعني هم ادوني التقرير ومقفول زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. للاسف التقرير كله باللغه التركي، فانا للاسف يعني انا لغه التركي ضعيفه، وخاصه في الحاجات الطبيه. انا كنت متوقع ان هو ممكن يكون في معلومات بالانجليزي زي اغلب التحاليل الطبيه. يعني كنا بنعمل مثلا تحليل في مصر ما كانش بيبقى بالعربي، كان بيبقى بالانجليزي، كله بالتركي. فانا مش قادر اعرف برضه، يعني ما فيش غير بيانات وفاء هي اللي فاهمها وبقيه التفاصيل بتاعه العنوان وتوقيع. فما فيش معلومه محدده اقدر اقول لكم عليها اذا كان خير ولا لا، مش عارف. هو ورقتين تحليل، عباره عن ورقتين، فكده مش هقدر اعرف قبل وفاء، فاكلمها علشان تحجز لنا مع الدكتوره. حمدي ايه يا وفاء؟ انت فين كل ده؟ كنت في المستشفى بستلم التقرير بتاع الجنين. طب ما قلتليش ليه ان هو طلع يا حمدي تروح من غيري؟ انت عارف ان انا قاعده بقالي قد ايه مستنيه التقرير يطلع، وازاي تروح من غيري؟ انا الرساله جت وانا بره، وحبيت ان انا اعملها لك مفاجاه، بس انا استلمته ومش فاهم منه حاجه. لازم نروح للدكتوره عشان تقول لنا فيه ايه، لان هم ما قالوليش اي حاجه، ولما فتحت الظرف فما فهمتش منه حاجه، كله بالتركي. استغفر الله العظيم. طب تعالى بسرعه. طب يا حمدي طيب انت بس اتصلي بالدكتوره عبال ما اجي واحجزي معاها ميعاد. حاضر. ماشي. يعني ما قالكش مثلا في ولا ما فيش؟ ولا قالوش اي حاجه. الاداره اللي احنا كنا بنوقع فيها دي هم اللي سلموني الورق، مش الدكاتره نفسهم. طب ما تتاخرش بالله عليك يا حمدي عشان عايزه اطمن. طب يلا انا جاي اوان. هتصل بالمترجمه حالا تحجز لي. يلا سلام. يلا مع السلامه. خلينا بقى دلوقتي اروح ان شاء الله باذن الله. باذن الله ان شاء الله متفائل خير ان ربنا هيكرمنا النهارده وكلنا نفرح ان شاء الله. كان نفسي ادخل عليها واعمل لها هديه ان الحمد لله خير، بس لسه بقى مش عارف. هنتفاجئ انا وهي مع بعض. انا كنت عايز اعمل لك مفاجاه، نيتي كانت خير. انت المره اللي فاتت مجرد الدكتوره بس شويه كلام قالته لنا قلبت علينا الدنيا هناك وقعدت تعيطي، صح؟ وانا اتحرق دمي اكتر دلوقتي بقى لما ما عرفتش حاجه. ان شاء الله خير. ادي التقرير معايا. انا كنت عايز اعرف ان هو خير واجي افرحك، او لو لا قدر الله في حاجه يبقى احنا هنا في البيت مع نفسينا. انا مش فاهم منه حاجه، كله تركي في تركي. حجزت مع الدكتوره؟ الميعاد بكره، مفيش النهارده كشف، النهارده السبت. بكره امتى؟ بكره الصبح. انت مش لغتك احسن مننا؟ وريني ماشي. ايه ده؟ المصطلحات دي انا ما شفتهاش قبل كده، مصطلحات طبيه، ما بتعاملش انا بالحاجات دي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا مش هقدر استنى لبكره. والله ولا انا. نعمل ايه؟ معرفش. نروح لها البيت؟ نروح للدكتوره البيت؟ بذمتك ما تعرفش اي حاجه؟ والله ما اعرف حاجه، انا قدامك اهو، والله ما اعرف. ولو اعرف اخبي عليك ليه؟
انا اصلا اول ما الرساله جت كنت عايز افرحك، كنت الف هدايا وكنت اعمل، كانت متبقي 100 شغلانه اعملها بس ما جاتش معايا. صور برنامج الترجمه اللي معاكم، ترجم لنا الكلام يمكن نفهم حاجه. صح. ترجمه انا هموت واعرف. شات جي بي تي، ممكن نستخدم شات جي بي تي صح. بس هنروح للدكتوره باربر. ما انا حجزت اصلا وانا استنى. طب بصي، مساء الخير. مساء الخير، كيف حالك اليوم؟ بقول لك انت عندك استطاعه ان انت لو وريتك تحليل طبي، احنا عاملين تحليل وجبنا النتيجه، فاحنا مش قادرين ان احنا نفهمه لانه باللغه التركي، تقدر ان انت تشرحه لنا او تترجمه لنا وتقول لنا النتيجه بتاعته ايه؟ لان احنا دكتوره حجزنا معاها بس الدكتوره اجازه، فهنروح بكره واحنا عايزين نعرف دلوقتي. أنا هنا لمساعدتك بكل سرور. إذا كنت تستطيع تحميل صورة التحليل سأحاول مساعدتك في فهمه، ولكن أرجو الانتباه إلى أنه يجب دائما استشارة طبيب مختص لتفسير التحاليل الطبية بشكل دقيق. انا حاجزه عند الدكتوره بس مش صابره لبكره. أنا أستطيع مساعدتك في فهم المحتوى العام للتقرير إذا كان باللغة الإنجليزية أو أي لغة يمكنني ترجمتها. إذا أردت يمكنك تحميل صورة التحليل وسأبذل جهدي لمساعدتك في فهمها بشكل عام. طيب ماشي. يمكنك تحميل عايزة أقول له الصورة حاجة. متى أردت. ايه؟ عايزه اقول له حاجه. قولي لي. لو في اخبار وحشه بالله عليك يعني هاتها لي واحده واحده كده، يعني ايه طمني. سأكون صادقا معك وسأحاول أن أشرح النتائج بلطف. إذا كان هناك أي شيء غير واضح سأخبرك به بوضوح. انت كده شايفني؟ نعم أراك بوضوح. هل كل شيء على ما يرام؟ طب كده شايف التقرير ولا صوره؟ أجل أرى التقرير. هل يمكنك تقريب الكاميرا قليلا أهو. حتى أتمكن من رؤية التفاصيل بشكل أوضح؟ كده هو كويس؟ هذا أفضل. سأحاول قراءة المعلومات الآن. لا أستطيع قراءة التحليل بوضوح من هذه المسافة. قد تحتاج إلى التقاط صورة أو تقريب الكاميرا. ادي يا عم نصور له الايه؟ بسم الله. يا رب يطلع وشك حلو علينا. يلا يا سيدي كده معاك الصور، اشرح لنا بقى اللي فيه. بص يا وفاء، أنا عارف إن التحليل ده كان شاغل بالك، وده طبيعي جدا لأنه تحليل مهم جدا. التحليل اللي عملتيه اسمه تحليل الذغبات المشيمية. الذغبات دي عبارة عن خلايا صغيرة موجودة في المشيمة، وهي اللي بتوصل بينك وبين الجنين. الخلايا دي بتحمل كل المعلومات الوراثية الخاصة بالجنين، زي ما نقول كده الشفرة اللي ربنا خلقها في كل واحد فينا. احنا بنعمل التحليل ده في حالات معينة، زي لما نحب نتأكد إن الجنين ما عندهوش أي مشاكل وراثية أو خلل في عدد الكروموسومات زي متلازمة داون أو أي حاجة مشابهة. العينة دي اتاخدت بمنتهى الدقة واتحللت علشان نعرف كل حاجة عن الجنين. طيب خليني أدخل معاك في المهم. النتيجة بتقول النمط النووي طبيعي. الحمد لله. ده معناه ايه؟ معناه ان الجنين بتاعك ما شاء الله زي الكتاب ما بيقول. الكروموسومات كلها طبيعية، العدد مضبوط، الشكل سليم، مفيش ربنا مش هيخليك زمان. الحمد لله. وراثية او اضطرابات. وده خبر يفرح جدا يا وفاء. يعني الجنين بخير، كل حاجة ماشية في الاتجاه الصح. بس طبعا زي ما بنقول دايما المتابعة الدورية مع الدكتور مهمة جدا علشان الأمور تفضل كده. الحمد لله. بص أنا دايما بقول لأي بتسألني عن التحليل ده، طول ما ربنا كاتب الخير كل حاجة بتبقى زي الفل، وإن شاء الله الجنين بتاعك هيجي سليما ومعافى وتفرحي بيه. الحمد لله. ها فكرتوا في اسم البيبي ولا لسه؟ لو عايزة مساعدة في الاسم أنا موجود. طب احنا نتاكد منه ازاي كانت صح ولا غلط ازاي؟ انت متأكد من كل المعلومات اللي انت قلتها لنا دي؟ بالطبع يا عزيزي، أنا هنا دائما لمساعدتك وإضفاء السعادة والبهجة. والله انت وشك حلو. والله انت وشك حلو. معلوماتك غلط، انت هتجيب لي سكتة قلبية. انا اتعشمت ان شاء الله خير. طب الحمد لله. بس انا صورت له ورقة واحدة. ازاي بقول لك، هو الورقه اللي انا اديتها لك دي المفروض ان الدكتور قالت لنا لما النتيجه هتطلع هيكون في نوع الجنين موجود في التحليل. إذا كانت هناك ورقة واحدة فقط ربما
يكون الدكتور قد حدد فيها نوع الجنين. هل تحتاج إلى أي مساعدة في فهم ما هو مكتوب فيها؟ يعني الورقه الثانيه ممكن يكون فيها نوع الجنين فعلا؟ نعم، تحليل الزغبات المشيمية عادة يستخدم لتحديد معلومات وراثية مهمة، ومن ضمنها يمكن تحديد نوع الجنين. كده عايزين نعرف النوع طالما هو طيب يبقى هي الورقه دي الحمد لله فيها ان النتيجه الحمد لله تمام. الورقه الثانيه دي غالبا كده فيها بقى ايه التفاصيل الطبيه ونوع الجنين، فاحنا دي بقى نعمل فيها ايه؟ صورها. لا دي تتاكل كده. اقسم بالله انت اللي افترى انت فيه ده. بق ما يا ابني، حرام عليك يا حمدي. عايز اعرف نوع الجنين. نو طب ليه؟ كده نوع الجنين معايا. انت كده ليه؟ المهم ان هو طبيعي. طب ليه الافتراء ده؟ طلع الورقه. خلاص هي باشت في بقي. ايه ده؟ طب ليه؟ بص بقى كده ورقه النوع الجنين معايا ماشي في يبقى بطني. انت كده كنت عارف ان انت عارف كل حاجه ومخبي عليا صح؟ لا والله ما كنت اعرف حاجه، والله ما كنت اعرف. كده نوع الجنين طلع من بطنك وبقى في بطني انا. والله العظيم انت هتقعد تحيرني تاني. تفضل مفاجاه لغايه لما يجي لي مزاج واقول لكم بقى نوع الجنين ايه. والله العظيم ماشي، بس والله العظيم ما هنساها لك. اهم حاجه ان احنا ربنا كرمنا الحمد لله. لله. وانا والله العظيم يا جماعه انا اقسم بالله انا المره اللي فاتت واحنا بنحكي وفاء كانت عماله تعيط، انا المره دي انا لان انا كنت مضغوط وكنت قلقان وكنت خايف ومتحمل المسؤوليه والحمد لله. وكنا خايفين الحمد لله. والايام ما كانتش بتعدي بسهوله والله العظيم. ندى بقى تعمل لنا الغدا وبكره ان شاء الله نروح للدكتوره. طبعا احنا مش هنعتمد على اللي سمعناه ولا هنعتمد على الترجمه دي، احنا هنروح للدكتوره بكره ان شاء الله وباذنك يا رب تاكد نفس الكلام ده. يا رب يطلع كلامه صح يا رب عشان ما يجيليش جلطه. بس غالبا هيكون صح لان هو مترجم الكلام وواضح. فاحنا بكره ان شاء الله هنروح للدكتوره وهوصيها ان هي ما تعرفكيش برضه نوع الجنين. والله ما هسيبك، مش هنسيبك الا لما نعرف برضه. صباح الخير، ودلوقتي ميعادنا مع الدكتوره علشان ان شاء الله ناكد كل المعلومات اللي احنا عرفناها. وعايز اقول لكم ان احنا طول الليل ما نمناش انا ووفاء من الفرحه. بس انا عامله زي من كتر ما انا فرحانه ومتلخبطه، يعني عايزه اطمن برضه واسمع من الدكتوره واشوف ان شاء الله تاكد على كل المعلومات اللي احنا سمعناها امبارح باذنك يا رب، تطمنا اكتر وتقول لنا بقى على حاجات تفاصيل اكتر، لان هي طبعا هتشوف بالاشعه وهي اكيد ادرى، يعني مهما كان الذكاء الاصطناعي ذكي بس هي اكيد اذكى. جاهز يا يونس؟ يونس وشه حلو علينا يا جماعه. يونس لما بيجي معانا في حته ربنا بيكرمنا على طول، صح؟ عنده حماس تشوف النور، صح؟ مش انت وشك حلو؟ صوت ولا صوت قلبه؟ نبضات قلبه؟ عامل زي ما يكون التلفزيون بيوش. اللهم لك الحمد. انا عشت ايام صعبه والله. En sonunda uyandırdım onu. Günaydın. Az daha büyüsün, renkli resimler göstereceğim. İnşallah bize gösterirse tabii. اللهم لك الحمد، اطمنت والدكتوره طمنتني على كل حاجه. الحمد لله، شكرا يا شات جي بي تي هو اللي طمني الاول. انا جاي ومطمئن. الحمد لله كلامه طلع صح يا جماعه. الحمد لله، بنشكر ربنا طبعا على انه جبر بخاطرنا. يعني مش قادر اقول لكم قد ايه احنا سعداء بالاخبار اللي احنا فيها النهارده دي. وافرح اكتر بقى لما اشيل النوم على ايدي كده ويبقوا يعني سواء بنت او ولد يبقوا سلام وكويسين، يعني ده اطمن اكتر لما اشوفهم بعيني. اهو يونس مستعجل واقف لنا فاتح لنا الباب. اصبر شوف ماما هتعمل لسه حاجات. طب يا جماعه بما ان الحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله، واديكوا زي ما شفتوا الدكتوره طمنتنا وفرحتنا والحمد لله اكدت على المعلومات اللي عرفناها امبارح، وكمان قالت لنا ان الحاله مستقره والجنين جميل والحمد لله. وطبعا ادت لوفاء الميعاد بتاع الاشعه اللي هي الفور دي علشان بقى نشوف بقى شكل الجنين والكلام ده كله، نعرف تفاصيل اكتر عنه. وسمعت كلامي وما قالتش لوفاء على نوع الجنين. صلتها وصلت المترجمه والله عماله بس كده. فانا قلت لها معلش يا دكتوره علشان عايز اعمل مفاجاه للوفاء وللولاد، فخلي السر ده معايا لوحدي. فانا دلوقتي انا الوحيد اللي عارف نوع الجنين. بعيدا عن نوع الجنين انا متشوقه طبعا وعايزه اعرف كل حاجه، بس عايزه اشكركم واحد واحد. ولو طلت اجي كده احضنكم وابوسكم بجد والله العظيم، انتوا مقصرتوا معايا وهونتوا عليا وقعدتوا تطمنوا فيا، واللي تقول لي ده قريبتي كان قايلين لها كده وحصل معاها كده. انا كنت عايشه ايام صعبه وربنا ما يكتبها على حد يا رب. والله انت كنت خايفه ومرعوبه، وكنت خايفه ومرعوبه زياده عن اللازم، بس في نفس يعني الوقت والله كنا راضيين بقضاء ربنا. وكان لو كان في حاجه برضه كنا هنرضى، يعني ده يعني ربنا ما بيجيبلناش حاجه وحشه. انا فرحان من الموقف اللي احنا اتحطينا فيه ده لسبب مهم جدا. القرار اللي احنا خدناه لما هو ان شاء الله يكبر ويشوف الكلام ده هيعرف ان احنا ما كناش هنتخلى عنه. بس حتى لو كان بتاع في مقالب زي ابوه من قبل ما يجي. هو شكله كان قاصد يعمل فينا مقلب. شكله مقلب.
لان ما نكدبش عليكم والله العظيم فعلا زي ما وفاء ما بتقول، كانت احنا لحظات احنا بنحاول نظهر بشكل كويس زي ما انتوا عارفين عننا، ولكن بيبقى جوانا يعني بنبقى مضغوطين ساعات، وبيبقى جوانا مشاعر بنحاول نسيطر عليها. وفاء في الفيديو اللي انتوا شفتوه كانت منهاره، بس بره الكاميرا كانت اكتر بكتير 10 اضعاف. فانا مهما شكرتكم على الدعاء اللي دعيتولي ولا الوقفه اللي انتوا وقفتوها معايا مش هقدر اوفيكم حقكم. ومن موقع هذا بطلب منكم بس طلب صغير، ان كل اللي بيتفرج على الفيديو في اللحظه دي يدعي لكل واحده نفسها في الخلفه ربنا يرضيها يا رب بالذريه الصالحه السليمه المعافاه، واي واحده عندها ابن مريض او بنت ربنا يشفيها لها يا رب ويبرد قلبها وما يوجع قلب حد على ضنا، لان الضنا فعلا غالي. واحنا بما ان ربنا كرمنا وانا وفاء دلوقتي اتفقنا على حاجه مهمه جدا لازم نعرفها لكم. احنا لو كان لا قدر الله حصل معانا اي حاجه في التقرير ولا التحليل دوت والجنين ده لا قدر لو كان جه فيه اي مشكله، احنا طبعا كنا هنصرف مصاريف كبيره جدا، ادويه وعلاج وكلام من ده، وبرده كان هيبقى فيه مجهود كبير. فاحنا الحمد لله ربنا كرمنا وعافانا من القصه دي خالص. وعلشان كده قررت انا وفاء ان احنا نعمل اعمال خيريه تخص الموضوع ده تحديدا. وفاء انا كنت بقول لها على عمل خيري كويس هنعمله، قالت لي لا احنا هنعمل 6 اعمال خيريه. هيبقى بكل عيل فكره عشان ربنا ينجلنا اولادنا كده باذن الله، نعمل افكار كتير خير باذن الله. فاول حاجه اخترتها انا ووفاء هنعملها ان شاء الله ان احنا هنتبرع بجهاز طبي اللي هو الاجهزه بتاعه الحضانات، نشوف مستشفى هنا تكون محتاجاه وهنقدمه ليهم تبرع، وان شاء الله يساعد في اي حد يكون بيلجأ للمستشفى دي علشان يستخدمه، وهيكون تكلفته كلها علينا. وطبعا بما ان وفاء هتبقى داخله على ولاده، اخترنا حاجه كمان هنعملها، ان احنا من خلال الكومنتات اللي في الفيديو دوت هنشوف واحده او تكون اسره مش قادره تتحمل تكاليف الولاده، لان طبعا احنا عارفين ان تكاليف الولاده بقت غاليه جدا. ان شاء الله انا وفاء اتفقنا ان احنا هنختار حد من الكومنتات يكتب لنا ويبعت لنا ويقول لنا ان هو عايز ان احنا نساعده في تكاليف الولاده في المكان المناسب ليه ايا كان موجود فين بالظبط. فاحنا هنقدر ان شاء الله باذن الله عندنا الامكانيه ان احنا نتحمل تكاليف الولاده كلها وهديه البيبي كمان علينا ان شاء الله، ويطلع سليم وعافى باذن الله ان شاء الله باذن الله. والحاجه الثالثه اللي هنعملها ان احنا ان شاء الله برضو هنكلف حد من اهلنا في مصر ان هو يوزع كراتين منتجات غذائيه وكلام من ده على قد ما هنقدر، برضو زي ما عملنا قبل كده لو تفتكروا هنكلف حد يقدر يعمل الموضوع ده. احنا الحمد لله بنعملها والله من غير تصوير من غير حاجه. لا احنا كل اللي احنا بنقوله لكم دوت سواء هنقدر نصوره او مش هنقدر، احنا بنعرفكم بس علشان خاطر لما ربنا يكرمكم تشكروه بالتقرب اليه بالصدقات والحاجات دي. فاحنا مش شرط ان احنا نصور لكم، احنا بنقول لكم ومش مجبرين ان احنا نصور لكم اي حاجه، ولكن احنا بنعرفكم علشان نشارككم ونلهمكم لو في حد عايز يتعلم احنا ازاي بنتعامل مع الظروف اللي احنا بنتحط فيها. الحاجه الرابعه ان احنا هنشتري انا ووفاء مجموعه كبيره من الملابس والهدايا والالعاب للاطفال، وفي هنا مراكز هنركز على البيبيهات الصغيره، في هنا اماكن احنا عارفينها انا ووفاء هنروح ان شاء الله وهنزورهم وهنديهم الهدايا دي نفرحهم بيها، هتبقى برضو حاجه بسيطه وتبقى لفته جميله مننا. والحاجه الخامسه انا ووفاء هنخصص يوم او يومين ان شاء الله على قد ما نقدر، هيكون في مستشفى وفي جمعيات خيريه هنزورهم وهنصور معاكم وهنصور مع الاطفال علشان خاطر النوع ده من الزيارات بيفرح الاطفال برضو واحنا عارفين قيمته. فان شاء الله دي برضو هتبقى الحاجه الخامسه. والحاجه السادسه والاخيره انا ووفاء اتفقنا ان احنا هنستخدم منصاتنا وحساباتنا على السوشيال ميديا من دلوقتي لغايه لما وفاء ربنا يكرمها بالسلامه. وفاء هتعمل برنامج تفيد بيه الامهات، فهي تحكي لكم بقى تعمل ايه. بص بقى انا هقول لكم على كل المعلومات المهمه، لان في متابعه الحمل بالذات والمواقف اللي احنا بنمر فيها وفاء خبره بعيدا عن ان خبره في اوقات معينه لازم يعني تعرفوا فيها الحاجه. ان السونار اللي انا عملته لو ما كنتش عملته في الوقت اللي انا عملته فيه انا ما كنتش هعرف ولا هيقولوا لي اللي حصل ده كله، بس في يعني في حاجات كده انا عارفاها باذن الله هحاول اوصلها لكم عشان الامهات يعني لو حد اتحط في الموقف ده يعرف يتصرف ان شاء الله باذن الله. ربنا ما يجيبلكوش حاجه وحشه يعني معلومه هقدر افيدكم بيها لاي واحده حامل، واحده بقى معاها اطفال، هحاول على قد ما اقدر اساعدكم بالمعلومات اللي انا اعرفها، وان شاء الله يبقى ثواب يعني مدى الحياه باذن يعني الله. حاجه باذن الله باذن الله. واحنا ان شاء الله لو ربنا قدرنا نعمل اكتر من كده هنعمل، لان احنا فعلا سعداء جدا جدا عايزين نفرح الناس بالموقف ده ان احنا اتحطينا فيه، وبنشكر ربنا على ان هو الهمنا باننا انا ووفاء قبل ما نعرف النتيجه وكنا متفقين على ان احنا هنحتفظ بيه، والحمد لله كان هيبقى ضميرنا مأنبنا جدا 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 لو كنا حتى فكرنا او كنا خدنا قرار بان احنا ننزله وهو يطلع سليم بعد كده، فكنت هنبقى زعلانين. ما كنتش اقدر اعملها والله. الحمد لله ان احنا اخترنا الاختيار دوت قبل ما نعرف النتيجه وقبل اي حاجه، وكنا مختارين كده، فدي حاجه مفرحانا ان احنا كنا على صواب، وان ربنا الحمد لله ما خذلناش ودلنا على الاختيار الصح. يعني تحسوا ان كل حاجه مشيت بترتيبات ربنا، حتى العمره جت لنا في الوقت ده. احنا والله العظيم حاولنا نروح كذا مره وكنا بنعمل الورق وتحصل حاجه، يعني مش كل حاجه الفلوس، يعني ممكن تبقى معاكم الفلوس ومحضرين لكل حاجه بس تحصل حاجه تعطلكم، فدي كلها ترتيبات ربنا، وانا حاسه ان ربنا بيحبنا الحمد لله يا رب دايما نعمه، وكفايه انتوا في حياتنا ده اكبر دليل ان ربنا بيحبنا. فان شاء الله تركبوا بقى ان شاء الله لو عايزين
قرب موعد اعلان نوع الجنين فقولوا لي في الكومنتات، علشان انا والله انا بصوا انا هشوق وفاء جدا في الموضوع ده، علشان خاطر خلاص انا ربنا كرمني، ربنا شال من على اكتافي هم كبير، ربنا يعلم انا كنت شايل الهم ده قد ايه، ويمكن اكتر من وفاء نفسها، لان طبعا انا حريص جدا على ان ولادي اشوفهم في احسن حال، وحريص ان ولادي اشوفهم احسن ولاد في الدنيا، فكنت هبقى متألم جدا وحزين، يهون عليه وهو من جواه. فانا عايز اقول لكم انا عايز اطير من السعاده بسبب ان انا الحمد لله هم ونزاح، لان كان في افكار كتير كتير جدا 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 كانت في دماغي، وعمال اقول هعمل فيها ايه، والمواقف دي هتعمل فيها ازاي، وهتعامل فيها ازاي، كان شايل هم كبير. انا الحمد ممكن لله اقول لهم نصيحه بقى بما اني قلت لكم هنصحكم، الناس اللي انا شفت بعض التعليقات البسيطه خالص اللي هو ايه ازاي يبقى في حاجه وتبقوا تسيبوه حرام عليكم ومش عارف ايه، فالكلام ده لا، انتوا سلموها لله، لا قدر الله بيبقى في ناس سليمه وما فيهاش اي حاجه وبيحصل لها اي موقف او اي حاجه تخليها يعني عندها مرض ما تقدرش تحوشه او يحصل لهم حادثه، فدي حاجه مش بايدينا، ما نقدرش نحدد مين يعيش مين يموت، دي حاجه بتاعت ربنا ونرضى باللي ربنا يكتبه لنا، والف حمد وشكر لك يا رب، وربنا ما يكتبها عليكم يا رب ولا يوريكم اي حاجه وحشه في عيالكم يا رب. بنشكركم جدا يا جماعه، ويا رب يا رب نشوفكم الفيديو الجاي وانتم في احسن حال، وتكتبوا لنا في الكومنتات. عايزك كلكم تقولوا لي مبروك وتحطوا لايك للفيديو ده. الحمد لله، وهنعمل ان شاء الله هنرجع نعمل لكم بث مباشر علشان خاطر نجاوبكم على كل الاسئله، هنرجع نعمل لكم لايفات تاني، وعشان نبدا البرنامج اللي وفاء قالت لكم عليه، فهنبتديها ان شاء الله بلايف على اليوتيوب ان شاء الله، استنوه، ما تنسوش تشتركوا في القناه علشان يوصل لكم اللايف لو عملناه ان شاء الله باذن الله. نشوفكم ان شاء الله على خير ومع السلامه. الحمد لله.